شوط اول ممتاز وكل شيء ماشي صح، وايمن حسين مسجل لغايه الدقيقه 43 اللي قرر فيها حارس منتخب العراق انه يهدي النرويج هدف ثاني بلاش. خطا ساذج بصراحه، مرر لك الكره روح لها وشوتها شتتها، انطرها لين ما توصل لعندك ليش وهالاند قاعد يضغط عليك، لكن النرويج عرف يستغل الفرص وهالاند سجل هدفين في اول كاس عالم له واول مباراه له في كاس العالم يسجل هدفين، وبعدها من ركنيه اضافوا الهدف الثالث. الله يستر بس المباراه القادمه العراق راح يلعب امام فرنسا، امبابي والشله، كنا نتمنى ان العراق يطلع بنقطه على الاقل اليوم، لكن هارد لكم القادم افضل ان شاء الله، وادعمونا بالمتابعه. الله لا يسامحك يا حكم، بس الهدف الرابع يا زلمه تبع النرويج اجت بيد اللاعب، بس حدا يفهمني ليش انحسب؟ الهدف الثالث وقعوا بريش فاول يا رجل، اقسم بالله دمر العراق ويخسر العراق. العراق اليوم 12 لاعب منهم الحكم مع النرويج، اقسم بالله حرامات، ظلم يا رجل، اقسم بالله حرام عليك، حرام. هدف رابع لمسة يد، والله لمسة يد، والهدف الثالث فاول، حرام عليك. هارد لك المنتخب العراقي صراحة، قدم شوط تاريخي وبداية شوط ثاني تاريخية، لكن النرويج حولوها لمباراة بدنية وتفوق على العراق. كرتين عرضية، خطأ حارس، وهدف الأول اللي كان ملعوب بالنرويج، الباقي كله كرات في الهواء بسبب سوء حارس في هدف الرابع والهدف الثاني، والهدف الثالث في فاول على هالاند، فحولوها صراعات بدنية وكرات عرضية وطول القامة، تفوقوا في النرويج. الصراحة أنا اللي أشوف منتخب النرويج إذا اعتمد على هو عنده قوة اللي هو القوة البدنية والقامة، طول القامة، هل في لعب؟ هل في لمسات؟ هل في تكتيك؟ لا. النرويج يعني نتكلم في مستقبل البطولة، ما أتوقع، يعني أتوقع والله أعلم السنغال وفرنسا راح تفوز على النرويج، والله أعلم. هاردك منتخب العراقي حضور طيب، لكن لازم القتال في المباريات القادمة مهما كانت الفرص، مهما كانت النتائج. حارس المنتخب العراقي شاف هالاند داخل عليه كده وش نتلبك كده ويخاف كده، وهي الكوره جايه له كده وهو داخل عليه هالاند، ما يعنيش غير كده يعني. قرب للكوره وطلع، انت بتاخر ليه كده؟ اللاعب تتاخر قدامه كده، خطا يجي في وقت مش تمام خالص، لان العراق كان هو اللي ماسك الكوره وهو الاقرب لتسجيل الهدف الثاني وليس النرويج. فالاخطاء دي يا جماعه هي اللي بتحرمنا في الاخر من الفرحه الجميله دي. هارد لك لأسود الرافدين، قدموا مباراة جيدة جدا. الشوط الأول كانوا ممتازين، الشوط الثاني تراجعوا، وانت ما بتلعب حي الله منتخب، تلعب أمام المنتخب النرويجي هالاند وجماعته. قدمتوا اللي عليكم، شكرا لكم جميعا، وللأمانة بنرفع راسنا فيكم دائما وأبدا، لكن هاي هي كرة القدم وهذا هو كأس العالم يا أخوان. شكرا لكم على كل شيء، وإن شاء الله بتعوضوها في المباريات القادمة. تدرون من سبب خسارة المنتخب العراق؟ السبب الأول والرئيسي هو هالاند صار علينا ميسي، هالاند صار علينا كريستيانو، ماكو هيجي. شو تريد من عندنا؟ هالاند خرب روحك، خرب. انت ايمن انت هدفت، ادري كلمت ميسي العراق، يتكلم بده طلع، يعني ادري المنتخب ما شرب طاقه الفوري، والفوري غير صالح للاطفال، يعني يشربوا انكم يشربوا لا تموسون، هذا الفوري يموسكم. خرب منا ماكو هيجي والله العظيم، خرب. طلع الواعي، جددوا او في المجاملات، خرابيكم. كل يوم يقف، والله كل يوم يقف ويسقف لهم يا جدعان، علشان دول رجاله، تعظيم سلامه رجاله قسما بالله. برغم ان النتيجه تبان كبيره و4-1، لكن قسما بالله يا جدعان العراق عملت ماتش تاريخي، خصوصا في الشق الهجومي. كميه فرص مش طبيعيه بتضيع من العراق، يمكن الهفوات الدفاعيه. وطبيعي يا جدعان انت داخل عليك واحد تلاجه زي ايرلينج هالاند، مش عايز تغلط قدامه. ما انا تغلط قدام مين يعني؟ بالعقل لو انت مش هتغلط قدام الضرفه دي انت مش هتغلط قدامها، هتغلط امتى وهتغلط قدام مين؟ طيب ما هو بالعقل والمنطق، يعني ربنا عرفوه بالعقل، ما اكيد هتغلط قدام هالاند يعني. ولكن العراق قسما بالله شابو 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 شابو، ماتش كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله الجاي افضل. بيسجلوا اول هدف في المونديال بعد غياب 40 سنه، فالعراق انا بالنسبه لي بصراحه بتكتب تاريخ في المونديال، وكل العرب ما شاء الله دلوقتي مولعين الدنيا. فمحتاج اعرف راي الجمهور العراقي في المباراه تحت في الكومنتات، وتوقعكم لمشوار العراق، خصوصا الماتش الجاي صعب جدا قصاد فرنسا. سيب لي رايك تحت في الكومنتات.
والله النتيجة خداعة يا اخوان. لما تشوف ان النتيجة 4-1 تفكرها ان المباراة كانت سهلة وكانت بالمتناول للنرويج، وهو واقعا الشوط الاول حرام يتقدم النرويج، والمفروض اساسا ان العراق يكون متقدم لان العراق لعب افضل. والهدف الثاني النرويج خطأ من الحارس، حتى خطأ بدائي. عيب انك تخطأ في بطولة مثل كأس العالم. وبدأ الشوط الثاني وانهار العراق بشكل رسمي، لياقيا تعبوا، ذهنيا، جسديا، كل شيء انهار في العراق. عشان كذا النتيجة وصلت 4-1. ولا والله الشوط الاول من اجمل الاشواط في المونديال في كأس العالم، اذا ما كان الاجمل اساسا. هارد لك العراق الصراحة. صعب المباراة الجاية امام فرنسا انهم يسوي شيء، فممكن يكون العراق اول الخارجين من البطولة.